السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على النبي محمد. اليوم ال46 من عمر الفراخ الساسو. اللهم صل على النبي. انتوا شايفين المنظر وشايفين حجم الفراخ. طبعا منظرهم يدل على الاهتمام بيهم، ويدل ان فيه اهتمام ورعاية بيهم من اول يوم لغاية النهاردة. الحمد لله انا ماشي معاهم بالخلطات وماشي معاهم بالاعشاب. كل الحاجات وكل الاعشاب وكل الخلطات اللي انا بحطها لهم حاجات موجودة في جميع البيوت، موجودة في المطبخ. سواء البيت ده بيربي فراخ او بيربي طيور او ما بيربيش طيور، فالاعشاب والحاجات دي موجودة عنده باستمرار، لانها بتدخل في جميع الاكل وبتدخل في جميع الخلطات اللي بتتعمل للاكل. أه هقول لكم انا ماشي معاهم ازاي من اول يوم لغايه النهارده، بس هقول لكم النهارده انا هعمل لهم ايه. جبت حبايه طماطم وحبايه بصل وضربتهم في الخلاط وقمت مقلبهم على العلف. طبعا عايز انزل الكلام ده على المية ماشي، عايز انزله على العلف ماشي، بس الحاجة دي بتفتح نفسهم للأكل. يعني الطماطم طعمها بيبقى كويس، بيبقى طعمها كويس حلو، والبصل طعمه ايه كويس برضو. إيه بالنسبة للفراخ ممكن نفسهم تعزل من البصل، بس انا باجي قبل ما احطهم العلف بساعتين بشيل الاكل من عندهم خالص. يعني انا هحط لهم مثلا الساعة 10 الصبح، بطلع الساعة 8 اشيل الاكل من عندهم خالص. بجوع الفراخ لمدة ساعتين، وبعد كده بتوكل على الله، اقوم عامل الخلطة اللي انا هعملها النهاردة، واقوم حاطط لهم العلف. اللهم صل على النبي بيمسحوا الاكل. فانا النهاردة عملت لهم حبات طماطم وحبات بصل في الخلاط على العلف. ممكن انزلها لهم على المية برضه، بس انا حبيت النهاردة ان انا اعملها لهم ايه على العلف. اللهم صل على النبي. الوزن النهاردة وصل معايا كيلو 825. يعني هانت خلاص على الاتنين كيلو، فاضل 175 جرام ويوصلوا للاتنين كيلو. طبعا انا مش بوزن الفراخ كلها، لان الاوزان في الفراخ الساسو بالذات بتبقى اوزان متفاوتة. يعني ممكن الاقي الوقت عندي كيلو ونص، كيلو 600، كيلو 400، كيلو 500. هي معروفة ان الفراخ الساسو كده اوزانها بتبقى متفاوتة، مش كلهم زي بعض زي الفراخ البيضة وكده. أوزانهم متفاوتة لأن في برابر وفي ديوكا وفي فرخ بيسحب علف أكتر من التاني وفي كده، وفي فرخ شهيته بتبقى مش قد كده. فمش إشكال، هما 30 فرخ ربنا يسهل علينا والوزن يوصل مثلا مع 2 كيلو. هما 30، قول مثلا فيهم 10 وصلوا 2 كيلو، خلاص ال10 دول أتوقع الله ايه مستهلكينهم، واسيب العشرين التانيين مثلا فيهم ايه، فيهم 10 كيلو 600، والعشرة التانيين كيلو 400. ابتدي ايه ان انا اجوع فيهم واشد معاهم في العلف وفي الخلطات برضو، وربنا يسهل علينا. ربنا يسهل علينا وابتدي وابتدي نخلص الدورة دي بإذن الله على خير، وابتدي انزل 100 كمان غيرهم او 150 غيرهم، ونبدأ معاهم بحاجات جديدة ان شاء الله غير الدورة دي. وبعد 5 6 مرات كده ابتدي اقارن. انا مشيت مثلا مع الدورة كانت في شهر كذا، مشيت معاهم مثلا باول يوم كذا، تاني يوم كذا، تالت يوم كذا، لغاية عمر كذا، وادونا مثلا وزن في الاخر افترضنا 2 كيلو. هاجي دورة تانية امشي مثلا بحاجات مختلفة، دي ادتني كيلو ونص خلاص، فانا دورة تالتة ادتني مثلا 3 كيلو، فانا امشي مع الحاجة اللي تديني زيادة في الوزن اكتر. وطول ما احنا عايشين واحنا بنتعلم واحنا بنجرب واحنا بنعمل، فربنا يتمها على خير كده بإذن الله وكرمنا فيهم. طبعا دول انا مش جايبهم عشان مشروع او ان انا بعملهم او كده او كده، يعني لانهم هم مش مستاهلين. هم كلك على بعض 30 فرخ، هسيب ايه وبيع ايه؟ فمش مستاهلين دول للبيت وخلاص. انا من اول يوم لغاية النهاردة انا والله بعمل لهم خلطات واعشاب طبيعية، ومنزل لغاية عمر 46 يوم. يعني انا مصورهم يوم بيوم لغاية عمر 46 يوم. يعني انا في اول يوم مستقبلهم على البيض المسلوق. البيض المسلوق يفتح شهيتهم، يمنع حالة الكساح عندي، يفتح نفسهم للعلف من اول يوم.
حبة العلب بتبقى كبيرة شوية على الفراخ. لما تيجي على صفار البيض تبتدي انها تنعم، تبتدي انها تدوب كده، واقوم فاركها بايدي فركة كده تبتدي انها تنعم خالص. الفرخ عمر يوم يعرف ياكل ويعرف يملى بطنه من اول يوم. فانا الحمد لله من اول يوم لغاية النهاردة انا ماشي معاهم بالخلطات وماشي معاهم بالحاجات الطبيعية، بعيدا بقى عن المضاد الحيوي وبعيدا عن الادوية وبعيدا عن كده. الا بس في اليوم ال35 تعبوا مني، رحت ببص لقيت الفراخ كشة، وده كشش هنا وده كشش هنا وده كشش هنا. انا قلت اما انا شفتهم قلت والله الفراخ دي هتموت خلاص، ربنا يعوض علينا ومش اشكال بقى نبتدي ان احنا ننزل دورة جديدة. فقلت هتصورهم كده يعني دقيقة كده وروح للدكتور البيطري. فالمهم صورتهم ورحت للدكتور البيطري، السلام عليكم. وعليكم السلام، انا ماشي معاهم كذا 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 كذا. آه فادالي 4 انواع، ادالي 4 انواع ادوية، 2 بيطري و2 بشري من الصيدلية البشرية. فالمهم جبتهم وتعاملت معاهم، ربنا جاب الشفا، ربنا جاب الشفا وما ماتش منهم حاجة. والحمد لله لغاية النهاردة، من أول يوم لغاية النهاردة الحمد لله ما ماتش منهم حاجة. هم ال30 فرخة، هم ال30 فرخة الحمد لله. وعشان برضو احنا مهتمين بيهم، كنا في الشتاء، كنا في عز الشتاء التدفية وظبطت لهم الدنيا برضو، والتهوية كويسة والتدفية مظبوطة. فربنا سهل علينا وكرمنا خلاص، هانت ما عادش الا حاجات بسيطة، وربنا يكرمنا والدورة تنتهي على خير، ونبتدي ان احنا نستهلكهم ونجيب غيرهم بإذن الله. بس المرة الجاية بإذن الله هجيب أكتر، يعني دول كانوا 30، المرة الجاية إن شاء الله هجيب 100 150 على حسب التسهيل. أنا يومين على الله ببتدي إن أنا أعمل لهم حاجات طبيعية خالص، أغلي لهم شوية حلبة، أقطع لهم بصل، زارعين نعناع على السطح أجيبه أقطف لهم شوية أغليه وأحط لهم على سقاية المية بعد ما يبرد، أظبط لهم الجهاز التنفسي، أعمل لهم وقاية من حاجات كتير قوي، أعمل لهم وقاية من الإسهال، أعمل لهم وقاية من الديدان. يعني الديدان أعمل لهم وقاية، أغلي لهم شيح، أغلي لهم شاي بليمون عشان الإسهال، أعمل لهم وقاية من الإسهال. لأن الإسهال والديدان ده مشكلة، الإسهال والديدان بيسرقوا الوزن بشكل رهيب. الفرخ لو عنده ديدان وعنده إسهال خلاص كل سنة وانت طيب. الأكل اللي هو بياكله في الفاضي بقى، ما تسألنيش على وزنه وما تسألنيش على حاجة طول ما الفرخ عندك عنده ديدان وعنده إسهال. فكل أسبوعين لازم أعمل لهم وقاية من الديدان وأعمل لهم وقاية من الإسهال بحاجات بسيطة خالص اهو. الشاي موجود في البيت في جميع البيوت، أغلي لهم شوية شاي بعد ما يبرد أعصر عليه ليمونتين وأحطهم على سقاية المية. الشيح موجود عند العطار ب2 جنيه أو ب5 جنيه هيكفوك شهر، لأن أنت مش هتحطلهم كل يوم، أنت بتحطلهم كل أسبوعين مرة. ف5 جنيه هيكفوك شهر، شهر ونص كمان، يعني هيتعمل منهم مرتين أو 3 كمان، عشان ربنا يسهل علينا والأكل اللي بياكلوه يبان عليهم. أجي أبص في في نهاية الدورة 60 يوم 65 70 يوم ألاقي الفرخة شايل وزن كويس، ما يكونش عنده ديدان أو ما يكونش عنده إسهال وأنا مش واخد بالي، وما لاقيش وزن. ألاقي الفرخ منظر على الفاضي وأشيله ألاقي عامل زي الريشة كده، ما هو شايل وزن، أو ألاقيه معضم. كل ده سبب الإسهال أو سبب الديدان.